في نوفمبر سنة 1930 في أقصى شمال كندا المتجمدة، واحد الصياد سميتو جو لابيل كان كيمشي لقرية صغيرة حدا بحيرة أنجيوكوني. قرية كان فيها العشرات السكان المحليين د الإنويت، ناس كان كيعرفهم واحد بواحد. في ذاك النهار البارد ودرجة الحرارة ناقص 40 تحت الصفر، وصل جو للقرية، ولكن المشهد اللي لقاه حبس ليه الدم فاروقه. القرية كاملة خاوية، سكوت مرعب، العافية باقا شاعلة، الماكلة باقا سخونة في الطناجر، ولكن ما كاين حتى شي بشر. السكان غبروا في ثانية واحدة بلا أثر. فجأة الشرطة الكندية لقاو علامات محيرة، القبور د المقبرة محفورة، والكلاب د الحراسة ميتين بالجوع وهما مربوطين. فين مشاو هاد الناس؟ واش وقعت كارثة طبيعية ولا صراع مسكوت عليه في أقصى الشمال؟ مرحبا بكم في قناة خبايا، واليوم غنحققوا في أغرب حالة اختفاء جماعي في التاريخ الحديث. باش نفهموا شنو وقع خاصنا نرجعوا لظروف الحياة في ديك الوقت. قرية أنجيوكوني كانت مجتمع صغير سكان الإنويت الأصليين، ناس كيعتمدوا على صيد الأسماك والتجارة د الفرو في منطقة معزولة تماما في الشمال الكندي. جو لابيل كان صياد محترف، وكيعرف بلي هاد الناس متمرسين في البقاء على قيد الحياة، ومستحيل يرتكبوا خطأ طفولي بحال الخروج للثلج في ناقص 40 درجة بلا تجهيزات. في ذاك النهار نوانبر جو كان غادي عنده من التجارة كيف العادة، ولكن من اللي قرب لاحظ بلي حتى صوت الكلاب ما كاينش، ولا الدخان د الخيام المعتاد. هدوء مطلق كتقدر تسمع فيه غير صوت الريح والخطوات ديالك في الثلج. هنا غيبدا التحقيق في اول لغز محير. فاش دخلت جو للقرية لقى دليل قاطع على ان المغادرة ما كانتش مخططة. البنادق د الصيد اللي هي السلاح الوحيد للبقاء على قيد الحياة باقية محطوطة في الخيام، الأواني فيها الماكلة والحوايج الثقيلة باقي معلقين. الشرطة الملكية الكندية RCMP جات لعين المكان وفتحت تحقيق رسمي. الأدلة الجنائية وصلت لثلاثة النقط صادمة. النقطة الأولى السرعة، الناس اختفوا في ظرف دقائق قليلة بدون استعمال مركبات ولا زلاجات الثلج. النقطة الثانية نبش القبور، المقابر القديمة الأجداد لقوها مفتوحة ومحفورة في الثلج المجمد. هو عمل كيطلب جهد بدني كبير ومستحيل يدار في عاصفة. النقطة الثالثة مسيرات الكلاب الصيد لقوها ميتة بالجوع في مكانها، مما كيثبت بلي حتى شي حد ما رجع للقرية بعد لحظات الاختفاء. بعيدا عن الشائعات والخرافات، المفتشين والباحثين حطوا ثلاثة الفرضيات واقعية لفك هذا اللغز. الفرضية الأولى، الموت السريع في العاصفة الثلجية. في هذه المناطق كتقدر تضرب عاصفة مفاجئة كتسمى دي وايت اوت في ثواني، كتعمل الرؤية بنسبة 100%. إلا خرجت المجموعة بسبب حس ولا إنذار مبكر كيقدروا يتلاو ينعزلوا في الثلج ويدفنوهم البرد في دقائق معدودة. الفرضية الثانية، الصراع العسكري أو عصابة الفرو. في الثلاثينات الشمال الكندي كان منطقة بلا قانون، وفيها صراعات سرية وعنيفة بين تجار الفرو والمهربين المسلحين، واحتمال هجوم عصابة مسلحة وإجبار السكان على التحرك ولا تصفيتهم بعيدا عن القرية يبقى وارد جدا في التحقيقات الجنائية. الفرضية الثالثة، التضخيم الصحفي. بعض المؤرخين كيرجحوا بلي القصة أصلها حادث اختفاء عادية لعدد قليل من العائلات بسبب الظروف الجوية، ولكن الصحفيين في ذيك الوقت كبروا الأرقام ورجعوا 2000 شخص باش يبيعوا الجرائد والمجلات في فترة الكساد الاقتصادي. سواء كانت عاصفة ثلجية قاتلة، صراع في خفاء الشمال، ولا قصة ضخمتها الصحافة، كيبقى لغز بحيرة أنجيوكوني واحد من أشهر الملفات اللي خلت الباحثين يحيروا في تاريخ كندا. فرأيكم شنو هي النظرية الأقرب للواقع؟ واش ظروف الطبيعة القاسية ولا صراع تجاري كتمت عليه الصحافة؟ اكتبوا لي نظريتكم في الكومنتات، وما تنسوش الضغط على زر اللايك والاشتراك في قناة خبايا مع تفعيل الجرس باش تتابعوا معنا أغرب القضايا والتحقيقات التاريخ. نتلاقاو في اللغز الجاي.